السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في حلقة جديدة من بودكاست من الاخر. احنا حابين قبل ما نبدا الحلقه كنا حابب ان احنا نقول كلمه لاخواتنا في فلسطين. يعني ربنا معاهم ويقويهم ان شاء الله وينصرهم على ما يتسموش ونحب يعني نقول برضو نقطه يعني نحاول ان احنا نساعدهم قد ما نقدر. برضو السوشيال ميديا مهم جدا، بس في نفس الوقت نحاول ان احنا نتبرع ليهم ان هم فعلا محتاجين مساعدات ماديه رهيبه يعني، وان شاء الله ينصرهم يعني. يعني كل واحد فينا يعمل على قد ما يقدر يعني، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فعلى قد ما تقدر تعمل وتساهم. الله اكبر عليك. الله محتاج ترقي. خمسه وخميس. على قد ما كل واحد يقدر يساعد ويساهم. كل واحد يعمل على قد ما يقدر يعني. بالظبط. النهارده معانا الأستاذ يحيى تاني، خير شباب أرض أمريكا. تقول ايه يا ابني؟ خير الشباب المهاجر اللي بيحاول يسعى ويتعلم بره. هو احنا يعني من الاخر الموضوع ده طلب مني كتير جدا وطلب منه في نفس الوقت ان يتكلم ان في ناس كتير جدا محتاجه تعرف انت كطالب دولي عايز تيجي امريكا تدرس فانت تعمل ايه. فانا باختصار من الاخر هقول لكم قصتي كانت شكلها ايه وعملت ايه وايه الحاجات اللي هي وقفتني ويعني كانت عائق كبير بالنسبه لي، وان شاء الله تستفيدوا منها. وفي نفس الوقت اي حد محتاج مساعده ان شاء الله نقدر نساعده على قد ما اقدر في ان هو يجي يكمل دراسه في امريكا يعني ان شاء الله. بس فاحنا بقى يعني يحيى معانا النهارده زي ما هو قال كده عشان نسحب منه المعلومات كلها. لان هو جيت كيبر كبير. واحده ما اعرفش جيت كيبر ايه بالعربي. جيت كيبر يعني ما بيحبش يساعد الناس. يا ابني انت بتقول ايه؟ لا والله يحيى يعني من اي في حاجه فيها مساعده من اوائل الناس على الخط على طول. بس فاحنا يعني هنحاول نكمل. عايزين بقى نعرف القصه من الاول، لان احنا في الفيديو اللي قبل كده اتكلمنا من اول ما جيت امريكا، من اول ما جيت والحياه في امريكا شكلها عامل ازاي وكده. اما الحياه في مصر بقى وعشان تيجي امريكا معاناه كبيره. عانيت. معاناه كبيره قوي. حاولت كتير يعني زي ما قلت ان انا كان حلمي، يعني ده كان حلم من زمان جدا. من بقول لك وانا في اولى اعدادي كنت بحلم ان انا اجي امريكا يعني. هل ده كان لسبب؟ هل كان في حاجه خلتك لا انا عايز اروح امريكا؟ يعني بدات من اولى اعدادي اللي بدا الحلم. عارف انت لما تتفرج مثلا على افلام وتشوف الجو هناك شكله ايه. زائد كمان ان عمتي عايشه هنا بقالها 40 سنه، فلما كانت بتيجي زيارات بقى انت عارف حاجه كده فخمه بتنزل. حاجه فخمه يعني. فاللي بقى كانت بتكلمنا بقى عن امريكا وايه يعني الفوائد بتاعتها وانت ازاي تدرس ازاي تعيش ازاي مش عارف ايه. فهي كانت بتدينا ايه، بتحكي لنا قصص، بس في نفس الوقت انا كنت باخد القصص دي حابب ان انا اعيش جوه القصص دي، فاهم؟ وجو بقى لا عندنا مش هنا. حاجات بقى اللي هو ايه بقى انا عندنا في فرنسا. ايوه اللي هو ايه هو ده. فالمهم بقى ده اللي انا ايه يعني بدات فيه، وانا اصلا يعني عايز اكمل دراسه يعني، فاهم؟ كنت نفسي اكمل هندسه في بره يعني. فبس فهي القصه كلها كانت بدات من حلم ان انا عندي هدف، انا عاوز اوصل للهدف ده. فكل بقى اللي جاي. فهو انت من الاول كنت عايز تروح تدرس، ولا لما كنت بتسمع من عمتك القصص مش عارف ايه فانا لا بس عايز اروح اعيش هناك وكده؟ لا انا كنت عايز اروح ادرس، فاهم؟ كنت عايز اعيش مع المجتمع اللي هو التعليمي في بره، وفي نفس الوقت انا عايز اعيش بره برضو يعني هي نفس الخطوه، بس الخطوه الاولانيه انا عايز اروح ادرس بره، مش عايز اكمل دراسه في مصر. أيوة. يعني دراسه في مصر مش لطيفه نوعا ما، بس يعني بيعلمك حاجات كتير قوي وبتخليك انت عندك كبت نفسي رهيب على ولا شيء. يعني اقول لك مثال، انا كنت يعني مثلا دخلت بعد ثالثه اعدادي، انا دخلت ثانويه 5 سنين. والثانويه 5 سنين دي التدريب مهني، كنت بتتعلم تبريد وتكييف والحاجات دي يعني. انا ما كنتش عارف داخل اصلا المدرسه دي، انا مش فاهم اي حاجه. طب ايه في الاول ايه اللي دخلك صنايع وما دخلتش ثانويه يا عم عادي؟ لان اخويا كان في ثانوي عام، فانا كنت بشوفه بيتبهدل قاعد على المذاكره حرفيا
يعني 24 ساعه بيتبهدل حرفيا، وانا ما اقدرش انكر، انا كنت شايفه كل يوم ما بيطلعش بره الاوضه يخلص مذاكره. ففي الاخر وقفت عليه على نص في المية عشان يخش هندسه، وفي الاخر ما دخلش هندسه وحلمه اتحطم يعني. فانا قلت طب انا ايه اللي يخلني في المشوار ده؟ انا ممكن انا يعني اتعلم من غلطته واخش في حاجه تانية. وفعلا سالت ناس كتير قوي عن الفرق يعني، وتالت السنه دي اسهل طريق، اسهل يعني للهندسه. بس ده اللي كان في مخيله الناس من زمان، بس اول ما دخلت كان الموضوع مختلف خالص يعني. فالناس قالوا لك خش صنايع عشان انت عايز تخش هندسه برضه. فخش صنايع اسهل، ده طريق اسهل لهندسه بالظبط، فاهم؟ يعني فدخلت وطلع كلام غير ده كان بقى بالظبط يعني. فرق، عارف انت فرق الثقافه برضو. انا كنت في مجتمع راقي شويه، فاهم؟ فلما روحت بقى المجتمع اللي هو بتاع الصنايع بلش بقى ومطاوي والله كان الشباب المصري الحرش ده والله فعلا كنت فوفي قوي يا عم انت كنت فالمهم ايه يعني، هو ده اللي انا يعني لما جيت من هنا بقى هنا. فالصنايع اللي بوظك، هل اقدر اخد من تصريح من الصنايع اللي اتبوظ ما تدخلوش عليكم صنايع يا جدعان يطلع. بس تعرف علمتني حاجه يعني، الصنايع دي علمتني حاجه، علمتني ان انا افهم ما احفظش. فاهم يعني؟ اغلب مثلا ثانويه عامه يقول لك انت لازم تحفظ دي، تخش تصم البتاع دش تحفظ. فالصناعه دي علمتني ان انا افهم الحاجه بتتعمل ازاي. مش شرط انت مثلا بتدرسها، بس انت بتفهم والبتاع دي شغاله ازاي. هي الصناعه عملي اكتر برضو صح؟ بالظبط. كان في ورشه وحاجات كده يعني. فانا برضو دخلت مجال الورشه ودخل اشتغلت بره والكلام ده، بس طبعا ما حبيتهوش ولا دخل معايا في سكه يعني. فقلت بقى انا ايه اكمل وخلاص يعني. فجت في سنه رابعه بدات ان انا خلاص بقى، انا خلاص يعني قدامي فرق سنتين على اذا اكمل الكليه بره، فانا لازم ابدا من دلوقتي. انا طبعا كنت مختلف خالص. موضوع اللغه ده، اللغه ده كان اصعب حاجه بالنسبه لي يعني. الانجليزي ده كان عقده حياتي من زمان جدا. وانتوا كنتوا بتاخدوا انجليزي في الصنايع برضو؟ لا ما كنتش باخد انجليزي في صنايع. شوف ما صنايع بقى برضو اديتك في بوظتني. فاهم؟ بس انا قلت يعني انا لازم اعملها. فبدات الكورسات يعني في الاول انت الانجليزي كان مأزمك، انت حاسس ان انا لا مش كويس قوي في الانجليزي، فقلت لازم اتعلم انجليزي عشان لما اروح هناك، ولا انت بتحتاج انجليزي اصلا عشان تسافر؟ ولا الاثنين؟ الاثنين يعني. هو الفكره الاساسيه ان انت محتاج انجليزي علشان تقدر تتعامل مع الناس، فاهم؟ ان الانجليزي دي اهم لغه في العالم، الناس كلها بتتكلم يعني، الناس كلها تتكلم بيها. انت في اي دوله انت تتكلم انجليزي، انت حتى في دبي بيتكلموا انجليزي، فاهم؟ فهي الانجليزي انا كنتش حاببها، بس كان غصب عني كنت لازم اتعلمها وكنت لازم احبها، فاهم؟ هو الموضوع مش صعب وفي نفس الوقت مش سهل يعني. انت محتاج ان انت تشتغل زياده عن اللزوم علشان تقدر تلاقي مقابل. انت اي حاجه تعملها انت لازم تلاقي مقابل عشانها. فانت هتتعب، بس مش هيبقى اسمها اشتغلت زياده عن اللزوم، انت يعني لازم تتعب جامد عشان بالظبط. بس هي الفكره ان في حاجات انت ممكن مثلا بتساعدك، بتسهل لك الامور يعني. هي اهم حاجه في اللغه في الانجليزي لما كنت بتعلم في مصر ان انت تتكلم مع ناس بالانجليزي. الموضوع ده مش سهل ان انت تتكلم مع ناس. انت حتى لو واحد عربي معاك وهو بيعرف يتكلم انجليزي، انت مش هتستريح وانت تتكلم معاه انجليزي، فاهم؟ لحد ما طلع بقى اللي هي في ابس كتير نزلت على ممكن تتكلم عربي، امريكان واوروبيين، ممكن تخش شفت حاجات كده. فده انا بدات فيه. وفي نفس الوقت بدات كورسات كانت عاديه يعني. كورسات انا بتعلم فيها كلام عادي، يا دوبك بروح الكورس مش برجع من الكورس. طب هي الابس دي الفكره كلها فيها بس ان انت conversation بالظبط، ولا هو كانه مدرس ويدرسك برضه ويدرسك conversation يعني. انت بتتكلم مع واحد عادي، بتتكلم معاه محادثه عاديه خالص. فانت ده عشان تقعد تتكلم مع بعض، بس عشان تعرف تعود بقك على كلمه الكلام، تعرف تسمع كويس الناس اللي بره تتكلم ازاي، فاهم؟ ايوه ده هتفرق كتير. وفي الافلام برضو كمان هتفرق كتير جدا معاك. انت بتقعد تتفرج بدل ما تتفرج على حاجه فاتفرج على فيلم يعني. انا برضو الافلام فرقت معايا. انا مثلا اتعلمت انجليزي لما جيت هنا اهو. يعني انا جيت ما كنتش عارف ان انا جاي ومحضر بقى نفسي ولا هو هتعلم انجليزي، فانا جيت اتعلمت انجليزي من يعني. بس هنا اسهل انت تتعلم انجليزي يعني طبيعي. انت بقى وسط المجتمع بقى انت بتتكلم انجليزي طبعا، وانت وسط المجتمع بتبقى. بس بقول لك الافلام برضو فرقت معايا يعني، مع ان انا كنت مثلا ان هوت في الافلام بتفرق، بتعامل مع الناس
وانا لوحدي لو بقعد اتفرج على افلام ومش عارف ايه بتفضل تسمع زياده وتقرا يعني لما تتفرج على افلام بالسبتايتلز. أيوة. فانت بتقرا الانجليزي وبتقرا وهو بيحصل وبتسمع وبتحاول تفهم من معنى الفيلم وتحاول تعلم طريقه كلامهم برضه يعني. وتشوف طريقه كلامهم. فهي يعني بتساعد مهما كنت انت فين، مع ان زي ما بتقول انا هنا بقعد اتكلم معاهم، بس حتى ما بتفرج على افلام برضو بتساعد هي قوي صح في رحله التعلم يعني. دي برضه نقطه حاجه كويسه يعني برضه. بس انت دلوقتي الانجليزي هي كانت اول مرحله عشان انا عايز اسافر بره فانا لازم اتعلم انجليزي. بالظبط، دي اهم نقطه اصلا. دي اهم شيء بعد ما اكتشفت بقى بعدين ان اللغه دي اهم شيء. انت لازم تبدا، انت لو بتفكر تسافر امريكا او تسافر في اي دوله بره في العالم انت لازم تتعلم انجليزي. حتى لو هتسافر المانيا طالبه الماني، بس لو اتعلمت انجليزي هتسافر المانيا بالانجليزي وتتعلم انجليزي. فهي الحوار الانجليزي مهم جدا يعني بطريقه رهيبه. هو مش صعب ان هي يعني انجليزي تقريبا الناس كلها دلوقتي بتبدا تعرف حاجات يعني عنها، فاهم؟ دلوقتي برضه الدنيا بقت مفتوحه يعني. انت اللي بيوصل لك في مصر بيوصل للناس في امريكا وبيوصل للناس في كل حته في العالم. بالظبط، الدنيا خلاص السوشيال ما سابش حاجه يعني. ف يعني بقى بقول لك بقى بدات في موضوع الكورسات ده اللي هو ايه اللي خلاني بس اتكلم، ابدا ان انا اتكلم، ابدا ان انا اعمل حاجه. فبس فلما جيت بقى في سنه 5 كان خلاص دي اخر سنه بالنسبه لي. دي السنه الفاصل ما بين ان انا هكمل في مصر ولا هسافر. ده انت مستني تاخد التاشيره ولا الفاصل في ايه؟ محتاج عايز تنجح ولا يعني الفكره؟ بص، مستني ان انا عندي كذا هدف دلوقتي، بس الهدف الاساسي انا عايز اسافر امريكا. بس في كذا هدف انا لازم اوصل لهم الاول علشان اوصل للهدف الكبير. طبعا انت مش توصل للسلم الاخير مره واحده، انت لازم تطلع عتبه فاهم؟ فالعتبه الاولانيه كنت ماشي فيها اللغه، تمام؟ وانت علشان تاخد لغه عشان تقدر تسافر انت محتاج اللغه. طب انت عشان تسافر لازم تكون داخل كليه محترم، يعني داخل كليه بدرجات كويسه. يعني لازم تتخرج من مصر بكليه بدرجه كويسه على الاقل. انت عشان لما تقدم في كليه وتقدم في حاجه، فالحاجات دي برضو يعني هتنفعك انت. نسبه القبول انت تاخدها تبقى عاليه، مش ان انت يفضلوا يدققوا فيك وتقبل ومش تقبلش، ويعني على حوار فلوس ومش فلوس. فانت يعني انت فكره ايه، انت بتعمل اللي عليك عشان تستريح، بعد كده انت تحط رجل عليك تختار اللي انت عايزه، فاهم؟ ما تستناش ايه اللي يجي لي علشان انا اخده، فاهم؟ فانت كنت محتاج انجليزي ومحتاج تتخرج من مصر ومن تتخرج من الصناعه بدرجه كويسه تخش كليه تخش كليه في مصر. ده بقى ده يعني دي كانت قصه تانية. لان موضوع الجيش يعني لو حد عنده جيش برضه نتكلم في الموضوع ده مهم. يعني الكليه انت تخش كليه في مصر قبل ما تسافر ده مهم جدا، فانا اوصل لها. الخطوه اللي بعد كده انا بداتها يعني خلاص بقى لعبت بقى اللعب الانجليزي والكلام ده كله. طيب ايه بقى اللي هيخليني اخد انجليزي ويقول يثبت لهم ان انا خدت انجليزي؟ الايلتس. الايلتس دي شهاده معتمده، هي شهاده بريطانيه معتمده عالميا، فاي جامعه من جوه دول العالم بتقبلها. ايه الفرق ما بين الايلتس والتوفل؟ التوفل امريكي والايلتس بريطاني. الفرق الامتحان بس الايلتس اسهل يعني، مش طب الناس على طول بتقول الامريكان اسهل من البريتش معقد شويه. انا ما جربت الاثنين اصلا، انا جربت الاثنين. لما جيت هنا جربت التوفل برضو، بس انا كنت في مصر جربت الايلتس. فبدات في الايلتس واحده واحده الامتحان شكله ايه وكل حاجه على اليوتيوب. يعني انت لو دخلت على اليوتيوب انت تعرف كل حاجه. انت لو انت لغتك كويسه يعني تتكلم في حدود مثلا 20% لغه كويسه، فاهم؟ فانت بس تبدا ان انت تتعلم على اليوتيوب، تبدا تتعلم الامتحان ده شكله ايه، انت تحل مع نفسك. انت مش محتاج كورسات ومش محتاج تدفع فلوس عشان تاخد كورس ايلتس. بس بيساعده برضه ولا هو في الاول لو حد بقى ما عندوش لغه خالص وعايز يبدا من الاول فانت لازم تبدا كورس عشان تتعلم اللغه. وزائد بعد اللغه بيتعلمك طريقه الامتحان. اصل الامتحان ده ايوه، ما كنت لسه اقول لك على طريقه الامتحان ده. لان هو نوع الامتحانات دوت يعني مثلا حتى احنا برضه هنا في امريكا بيبقى فيه الامتحانات اللي بتاخدها عشان تخش الجامعه ومش عارف ايه وامتحانات في امتحانات تانية بيدورك في الهاي سكول. انت بتبقى محتاج حد يقعد معاك يقول لك تاخد الامتحان ازاي. يعني هي ملهاش دعوه بان انت تعرف انجليزي ولا لا. بالظبط، هي طريقه اظن دول برضه نفس الحاجه كده. هي طريقه حل، هي كلها كده طريقه حل. انت ازاي انت تقرا
وتجيب الاجابه انت القطعه على صفحتين يا عم. قطعه مفيش وقت مفيش وقت الوقت بالثانيه، الوقت مظبوط بالثانيه حرفيا. يعني انت بتقول لك السؤال ده ياخد منك 60 ثانيه، انت لازم تحل السؤال في 60 ثانيه. انت فاهم؟ ولازم يا عم القطعه صفحتين، انت تعمل كده ازاي؟ انا طول عمري كنت فاشل في الحاجات دي قوي. يعني اقعد احل على قد ما اقدر، في اخر بقيه الاسئله ما بلحقش. يا عم ده امتحان 4 ساعات، امتحان 4 ساعات، امتحان بس مش سهل. بس هو الفكره ان انت تعرف تحله ازاي. فاهم؟ انت تتعود على طريقه الحل، تتعلم في امتحانات كتير قوي على جوجل. انت دخلت على حاجه اسمها ايلتس بريباريشن، انت تكاد كميه امتحانات رهيبه ممكن تساعدك ان انت تحل الايلتس، تتعلم وتتدرب عليه. هو الموضوع كله تدريب، زائد ان انت بتتعلم برضو اللغه وانت بتتعلم الايلتس في نفس الوقت يعني. بس انت تتكلم في نقطه لو انت عندك لغه شغاله شويه فانت تخش الايلتس وتجيب سكور على قد ما تقدر، بس المهم ان انت تخش الامتحان وتجيب سكور. تمام؟ انا واحد من الناس اللي الانجليزي بتاعي كان شغال كويس يعني، مش قوي لما بعد الكورسات والكلام ده. فانا رحت اخدت كورس. انا اخدت كورس ايلتس غير الكورس الانجليزي اللي كنت واخده. اخدت كورس ايلتس، كانت مع واحده ست والله محترمه جدا. علمتني ازاي تحل الامتحان، ايه الحاجات التريكي ان انت المفروض تحلها، الكلام من ده. وبعد كده بقى انا بدات ان انا اتدرب مع نفسي الامتحانات دي، بتدرب مع نفسي. قعدت حوالي فتره طويله قوي يعني بتدرب عليها. بس لما جت سنه 5 بقى وقفت، ما قدرتش ان انا اكمل. ما قدرتش اكمل في المذاكره بتاعه الايلتس ما قدرتش انا اكمل. فقلت تاخد الستبس برضو يعني، خلص انا بدات بالظبط ان انا دخلت ده الاهم دلوقتي ان انا اخش الكليه. فقبل ما سنه 5 تبدا على طول رحت قدمت على امريكا. يعني هي بالصدفه، الموضوع جه بالصدفه. ورحت يعني شفت الراجل وكده بتاع مكتب، وهو قال لك ايه ما تقلقش هقدم لك، وعمل لي بقى ايه يعني عارف بقى عمل البحر طحينه. لا هو بيقول لك إيه انت ما تشغلش بالك انا هسفرك. شايف ايه يعني انت بتتكلم الكلام ده منين؟ انا طبعا مش فاهم بقى ولا ايه امريكا وازاي اجي امريكا. انت مش فاهم وقلقان والناس مقلقاك ومش عارف ايه والدنيا صعبه وبتاع، تاشيره امريكا صعبه جدا انت تاخدها وبتاع. ف هو اللي كل اللي عمله لي الموضوع بسيط قوي. قدم لي في مدرسه لغه، طبعا انا كنت شغال لغه لسه. وفي نفس الوقت قدم لي في جامعه. عملهم ازاي انا ما اعرفش. طب حلو، نرجع بس خطوه لورا. دلوقتي انت كنت بتاخد خطوات، عرفت انت لازم تتعلم انجليزي وتتخرج وتخش جامعه، الحاجات دي كلها هتفيدك عشان تسافر امريكا. هل وفي الاخر رحت كلمت مكتب، هل انت كنت كلمت المكتب ده وهو اللي عرفك الخطوات دي، ولا انت سالت ناس فانت عرفت والله انا هحتاج اتخرج وادرس انجليزي؟ هو اللي قالها لي يعني. فانت كلمت المكتب من الاول؟ يعني هو انا رحت له بالصدفه. شفت على الفيس وكده، ورحت له يوم واتكلمت معاه، والصراحه وافدني يعني ما اكذبش. وافدني ايه الخطوات بتبقى. قال لي انت لازم تبدا دلوقتي علشان انت خلاص اخر سنه. يعني انت مثلا لو في الثانيه ثانوي فتبدا انت تقدم من دلوقتي عشان لما تخلص ثالثه ثانوي فاهم تكون ان انت خلاص يعني انت تسافر على تخش كليه وجاي تسافر على طول. تمام. فهو قال لي كنت في سنه رابعه برضو وكنت خلصت رابعه وكنت هخش 5. فقال لي احنا لازم نبدا دلوقتي علشان الاجراءات بتطول. طبعا كنت فاهم الكورونا فالموضوع بفضل يطول كتير يعني. بس طبعا ترتيب ربنا كان ليا كان احسن حاجه. انا كنت مستعجل قوي. انا قلت طب ما انا في سنه رابعه، طب ما تقدم دلوقتي يلا وسافر وبتاع. قال لك لا هو الموضوع بياخد وقت. ففعلا وحصلت ان هو خلص لي الاوراق بتاعتي كلها وجا ميعاد. يعني انا كنت قاضي في شهر 2، جا ميعاد في شهر 5. وانا كنت لسه في المدرسه لسه ما خلصتش وما عملتش اي حاجه، ولا اتخرجت من المدرسه ولا دخلت كليه ولا عملت حاجه. انا مش عارف. الميعاد اتاخر عشان انت تبقى عبال ما الميعاد اتاجل. الميعاد اتاجل لشهر 8. تمام. ففي الفتره بقى دي انا كنت خلاص امتحانات دخلت فاهم، وانا لازم اذاكر علشان اجيب درجه كويسه. فالمهم بقى قعدت يعني قبل الامتحانات على طول بشهر. دي كانت بقى اصعب شهر. ده اللي فعلا حسيت بمعاناه رهيبه. وحسيت بعد كميه التعب ده بالفرحه والراحه اللي ربنا ادهاني. انا كنت في شهر بتاع الامتحانات ده والله انا كنت بقعد من صلاه الفجر. كنت بصلي الفجر وافضل اقعد مذاكره لحد المغرب
من الفجر للمغرب كانت راحتي عباره عن الاكل، ان انا بس فطار وغدا والصلاه بس طول اليوم لمده شهر كامل على هذا الحال. انا عارف بقى لو كنت بتذاكر من اول السنه ما كنتش اضطريت تعمل كده. هي نظيفه دي انا كنت بذاكر يعني، انا كنتش اللي هو مطنشه، انا كنت واحده واحده يعني، بس مش ضاغط نفسي. بجد في الاخر ده خلاص ضغطت نفسي طبعا يعني. الصراحه الفضل طبعا يرجع لربنا ثم يعني اهلي بجد يعني. ابويا هو اللي كان ماسكني في الايام دي، مش سايبني. انا عارف ساعدوك وفتحوا فتحه كده من تحت الباب وكانوا بيرموا لك اكل ويجوا حملوا بتاع في البتاع كده، يجوا يتفرجوا عليك كده يشوفوا الواد ده بيعمل ايه، مركبين كاميرات شبه حديقه الحيوان كده. انا عارف. بس نفعت بس هي اهم حاجه انها نفعت في الاخر. والله نفعت يا عم. طبعا يعني برضه الفتره دي برضه يعني جالي امراض، والله العظيم جالي امراض يا ابني نفسيه وخلاص انا بنفجر. بس الحمد لله دخلت الامتحانات وخلص ظبطت الكلام وعديت منها، وقلت خلاص بطنش واكمل شغل فبدات رجعت بقى الايلتس تاني. انت كل ده خلاص عديت بتاعه، مستني بقى ميعاد النتيجه، ميعاد السفاره النتيجه والسفاره. يعني النتيجه كانت لسه ما جاتش، وميعاد السفاره كان لسه في 8 يعني، كانت النتيجه في شهر 6. فالمهم ايه، بعد ما خلصت الامتحانات على طول قلت بقى ايه، ما فيهاش ضياع وقت، خش على الايلتس. فاهم؟ فاكر الشهر اللي فات قعدت نفس الشهر ده تاني على الايلتس، بتذاكر ايلتس بس عشان تخش بقى الامتحان. ايلتس بس يعني الامتحان كان 4 ساعات يعني، كنت مثلا بحل 3 امتحانات في اليوم. يعني 12 ساعه انا بحل في امتحانات لحد ما خلاص انا جبت اخري. قعدت الشهر وقلت هو انا بص انا جبت اخري، انا مش قادر وده انا اخري وانا مش هقدر اجيب اكتر من كده. فالمهم دخلت الامتحان وخلصت الامتحان وخلص الموضوع وكملت حياتي عادي لحد ما مستني بقى. دخلت بقى الجامعه انت في الفتره دي؟ كنت لسه النتيجه ما طلعتش برضه. لسه النتيجه ما طلعتش يعني كل ده انا خلصت كله وخلصت كل حاجه ورايا يعني. دلوقتي انا عملت ايه، خلصت الامتحانات وخلصت الايلتس تمام، مستني بقى الدرجه بتاعه الايلتس ومستني الدرجه بتاعه الامتحانات عشان هخش كليه ولا مش هخش كليه انا ما اعرفش لسه. فاهم؟ والمقابله لسه في شهر 8 انا ما اعرفش حاجه يا عم. فطبعا بقى الفتره دي كنت في توتر رهيب. انا ايه الكلام طيب خلصوني. ومفيش حاجه خلصانه فاهم، مفيش، ومستني انت مستني. والدرجات بقى اتاخرت عن الوقت اللازم. قلت مستني بقى والتوتر خلاص بياكلني. ربنا بيختبر صبرك والله يا عم. جت في يوم مش هنساه اليوم ده. جت في يوم كنت في الشغل، كنت شغال في المطعم، فكنت بخلص الشغل 3 الفجر، فالنتيجه طلعت الساعه 1:30 بالليل. النتيجه طبعا بقى الموقع كان كله متدمر مقفول، الناس كلها عايزه تجيب نتيجه. الوفات يا عم في المدرسه، الوفات. فانت سبت الشغل ورحت ما سبت الشغل، انا لسه في الشغل. وكنت بشوف الدرجات وبتاع. فالمهم صاحبي جابها لي وقال لي مبروك، فالصوره بتحمل، لقيتني فتحت هو كتب لك مبروك وانت مش شايف، لسه ما شفتش الصوره. ففتحت الصوره اللي هي جايب 97% في الامتحانات. انا طبعا بقول لك نطيت في الشغل. انت فضلت ازعق والزباين يا معلم بقى ايه بالليل، ايه يا عم انت عبيط ولا ايه؟ فاهم؟ وعاوز دخلت هندسه خلاص ونجحت. عارف انت الفرحه بقى؟ ايوه. لو انت مش مصدق اللي انت عملتها يعني. ايوه خلاص فاهم. انا خلاص انت كنت جايب اخرك بقى بقالك شهرين عمال قادر. فرحت وكملت وخلاص. طبعا بقى الحمد لله يعني فرحت ابويا وامي بعديها. وبعديها باسبوع النتيجه قلت طلعت. جبت 5 من 9. هو النتيجه 9. فابوك وامك زعلوا منك تاني؟ لا انا قلت اول ايه، انت عملت اللي عليك وخلاص، ده نصيبك، انت مش هتقدر انت يعني تحكم في نصيبك. قلت له ده كان مجهودي وانا كنتش هقدر اجيب اكتر من كده يعني. فالمهم ايه، عرفت بقى الراجل اللي هو صاحب مكتب، طب انا يا جماعه انا عملت كذا وكذا. قال لي طب كويس جدا، تنفعك ومش تنفعك. فقلت له طب كويس ماشي، بس ما استخدمهمش يعني، عايز افضل زي ما هو كمل. فالمهم بقى ايه، جه ميعاد شهر 8 الميعاد اتاجل تاني بعد شهر 8. اتاجل تاني بعد شهر 8 لحد شهر 10. يا جماعه التوتر اللي احنا عايشين فيه ده. قمت بقى نطنش يعني، قلت ما انا برضو ده الموضوع ده يعني نصيب، انت ما تعرفش ايه اللي هيحصل معاك.
وانت كنت قاعد حاطط امل حياتك كله عليه بقى، انت خلاص ده مستني عمل حياتي، موقف حياتك كلها عشان ايه بتاع مش عارف اي حاجه، وانا بعديه دي بقى مش مضمونه يعني، انت الله اعلم ما تسيب ولا تخيب. فقلت خلاص بص انا اكمل حياتي عادي واخش هندسه ولو جه نصيبها يبقى بتاعتي، ما جاش نصيبها عادي انا كلها زي ما انا واقدم على السنه الجايه مش مشكله. فالمهم دخلت الهندسه. قبل ما اخش هندسه كان في تنسيق، مرحله التنسيق بقى بعد ما تخلص في تنسيق. التنسيق ده هيخش يدخلك كليه ايه؟ انا ما بفهمش قوي في التنسيق الصراحه. هو ولا انا وحياتك. انا كنت بخش يا جماعه التنسيق من كام؟ كان جامعه اسكندريه. لقيت بقى فالتنسيق ده بيقول لك هتخش انهي كليه على حسب مجموعك. تمام. فانا جايب 97%. انت متخيل يعني الرقم ده عالمي، انا عالمي يا عم. ايوه فانا اكتشفت ان انا اصلا طلعت التاني على اسكندريه. لا انا طلعت التاني على اسكندريه. جينيوس. كان صاحبي برضو كان جايب 98 تقريبا. فانا هو بس اللي طالعين من اسكندريه كلها داخلين على هندسه، فاهم؟ فالمهم ان هم لقيت التنسيق بتاعي جبني عند هندسه عين شمس، جامعه عين شمس. يا جماعه انتوا عبط يا جماعه، انا من اسكندريه. هم كانوا عايزين احسن ليك انا تقدر تؤمن بالله بقى دي كانت احسن ليا. عين شمس كانت احسن ليك؟ كانت احسن ليا. ليه بقى؟ في ايه؟ في ان عين شمس اقوى من اسكندريه. ما ده اللي بسمعه، انا بسمع ان عين شمس اقوى من جامعات من اسكندريه. فسبحان الله دي كانت تنفعني في السفاره، ان انا برضو داخل جامعه يعني جامعه اسكندريه، جامعه عين شمس. بس انا مش هينفع ان انا اروح عين شمس، فعملت بقى انا ايه حوار نقل لاسكندريه وكده. بس انا معايا الورقه بتاعت ان انا في عين شمس، فاهم؟ لعبت اللعبه وبتاع، دي اللي رحت بيها البتاع السفاره. فقبل السفاره بقى انا قلت خلاص بقى انا عايز اشوف ايه الاسئله اللي هم ممكن يسالوها لي، نكون برضو محضر اي حاجه يعني. انا برضو لازم اتكلم انجليزي بتاع، فكون لازم محضر هم اسئله هيسالوها لي ايه اللي هجاوب عليه، الكلام من ده. فالمهم جاي يوم السفاره، رحت انا وواحد صاحبي القاهره. وصلنا الفجر انا عارف يوم السفاره ده بيبقى مرعب، بتصحى الصبح بدري قوي انا ما نمتش اصلا، انا مسافر من بالليل. انا ما نمتش. انا اليوم ده انا وهو رحنا وصلنا الفجر، وكان لسه معاد يوم الساعه 8. وانا كنت لسه الساعه يا عم انت الساعه 3:30 4. المهم انا هو ايه قلت له يا عم تعالى نصلي. صلينا قدام النيل الشارع. لازم بقى التعبد بقى اليوم ده. يا ابني انت بتصلي اصلي في مسجد يا لا ما كان خلاص الصلاه خلصت، ما كان المسجد فاتح، الناس كلها نامت يا عم. فالمهم ايه تعالى نصلي. فالمهم صليت، فضلنا بقى نتمشى ونفطر وقاعدين، فضلنا قاعدين لحد الساعه 7. طب ده توتر كده، كنت تروح في ميعادك طيب، ما كنتش هتوتر التوتر ده. لا انا اجي اروح بدري احسن من اروح متاخر. اروح بدري. فالمهم ايه دخلت الساعه 7 وكان لسه المفروض ساعه، فضلت مستني بقى ايه من 7 لحد الساعه 9:30، يعني اخروني ساعه ونص. انا كانت زحمه جدا بقى وكورونا وبتاع، فكانوا بقى عاملين الموضوع كان مشدد يعني. انت كنت وقت الكورونا والماسكات كان وقت الكورونا والماسكات يعني. كان 2020. فالمهم بعد ما خلاص دخلت الطابور فتشوني طبعا وقلعوني كل حاجه. قال لك ايه؟ ومن كتر بقى التوتر اللي انا فيه نسيت شنطتي فوق ونزلت زي العبيط. الورقه بتاعتي كلها فوق، الورقه بتاعتي كلها فوق بالشنطه. عارف احس ابويا عملها دي برضه والله، واحنا في السفاره لازم يعملها. اظن الناس برضه الشنطه اللي فيها الباسبورات بتاعتنا والتليفون ومش عارف ايه. ده كان رعب، سابها ومشى. والله انا كنت متوتر طبعا، مش عارف انا اعمل ايه. انا خلاص انا بترعش. طب انت بترعش على ايه؟ ايه اللي يخليك تترعش يعني؟ انا ايه اللي يخليني اترعش؟ بس انا نفس السؤال ده بعد افكر، طب ايه اللي يخليني اخاف؟ فاهم؟ انا قلت عشان ده مستقبلي ماشي، بس كده مستقبلك هيجيبك يعني، انت نصيبك هيصيبك. ما هو الواحد ما بقاش بقى الواحد بالذات في نفس الموقف انت مش تحس باللي انت فيه يعني. فالمهم ان انا كلموني بقى لما انا قعدت تحت، كلموني تعالى خد شنطتك. تعالى على مسطول. لا انت خدت شنطتي ونزلت. فضلت قاعد بتاع حوالي ساعه كمان لحد ما جه دوري يا معلم. لحد ما جه دوري، واللي هو خلاص ده الرقم بتاعك 6 بايخه كده هتبقى يبقوا بايخين بتوع والله بالعكس سبحان الله بقى. هي من نصيبي، اقول لك هي من نصيبي. انا جه دوري خدت حاجتي وقفت دخلت الابتسامه اللطيفه. ايوه ايه هي ده وانا مش عارف ايه انت. هي بقى انا دخلت ببساطه، هي بتاعك عامل ايه كويس. فالمهم تسالني بقى سؤال،
بص بقى يعني الترتيب بقى انا رتبته له قبل ما اخش السفاره كان ازاي يعني، وانا برد عليها اي حد. اصل يعني موضوع السفاره ده بسيط قوي، هم كلهم عايزين اوراق. انت هو عايزك تثبت ان انت هترجع تاني مصر. بالظبط، ده اهم شيء. هو تثبت ان انت ترجع تاني مصر. سياحه، دراسه، اي حاجه تثبت لهم ان انت ترجع تاني مصر. فانا واحد من الناس هي سالت لي سؤال، انت رايح تعمل ايه في امريكا؟ فبص اول حاجه قلت لها والله انا رايح ادرس لغه، تمام. واديت لها ورقه اللغه بتاعتي، وبعد ما اخلص اللغه اديت لها ورقه الجامعه، انا مقدم في جامعه كذا، وبعد ما اخلص اللغه اروح اقدم اشتغل يعني هدرس في الجامعه دي. فبعد السؤال ده قالت لي طب انت ليه ما درستش انجليزي في مصر؟ بص بقى السؤال ده يرجع له خطوات كلها والجواب بتاعي. لا انا درست انجليزي في مصر والايلتس اهو بسكور 5. حلو، مش هتفتح بقها معايا، انا خلاص عملت اللي عليا. فقلت لها انا بس انا رايح اطور نفسي في الانجليزي، انا اوريدي معايا شهاده، رايح اطور نفسي في الانجليزي عشان اقدر اخش على الجامعه. قالت لي طب انت لسه ليه ما دخلت كليه في مصر ولا لا؟ قلت لها لا انا دخلت هندسه في مصر وفي جامعه عين شمس، هندسه في عين شمس. قالت لي تمام. اي حاجه بقولها لها انا برد لها بورقه. ارمي بورقه يابا ارمي، ما تسميش ارمي. هو ده الصح فعلا، لازم تروح بدوسيه حياتك كلها. واهم حاجه بقى انا واقف واثق في نفسي، وعارف انت بقى واقف قدام عارف الرخامه دي، وعمال انا ايه اخبط في ايدي بين انا ايه مش متوتر. الدنيا في اللذيذ معايا. فبعد كده سالتني سؤال، قالت لي طب انت يعني اشمعنى اخترت امريكا؟ السؤال ده بقى انا كنت بقى مذاكر له كنت مذاكر له. انا معيش ورق ليه يعني، انا اثبت لك ازاي ان انا اخترت امريكا ليه؟ اخترت امريكا ليه يعني. فقلت لها بصي والله انا عمي عايش في دبي، واللي هو يعني قال لي انا هعينك في الشركه بتاعتي ببوزيشن كويس جدا ومرتب كويس، بس انا محتاج منك انت ان انت تاخد شهاده من امريكا. تمام، ان انت تاخد بكالوريوس من امريكا. حلو. انا برضو كنت وانت بتحكي يعني كنت بقول ايه ممكن يبقى احسن، انت عايز تقنعهم ان انت هترجع مش عارف. ولما تسالك طب انت ليه عايز تشمعنى امريكا، في بالي مثلا لو واحد بيشتغل او ممكن يقول شهاده من امريكا احسن لشغلي هنا اهوت، او انا اتعينت في شركه انترنشيب ولا حاجه، فلو جبت شهاده من امريكا بالظبط تثبت لهم حاجه شبه كده. تثبت لهم ان انا بس يا جماعه انا هاخد منكم شهاده وماشي، انا مش جاي معاكم. ايوه انا مركز في حاجه ثانيه راجع يعني تاني. فاهم. هو الحوار كله انت اقناع يعني، هو الحوار كله انت تحاول ان انت تجيب اجابه مقنعه وتقنعها بالموضوع فاهم. فهي بتقول لي انت طب انت هتروح تدرس ايه؟ قلت لها هدرس اي تي. انا اصلا مش مرتب ان انا اخش ايه ولا هعمل ايه انا ما اعرفش اي حاجه. انا داخل على الله. انت قلت لها شركه عمك دي بتاعت ايه اصلا ولا اي تي؟ ما هي قلت لها اي تي كومباني، فقلت لها اروح ادرس اي تي. قلت لها اي تي انجينيرنج، انا رايح ادرس. وعمك ده في دبي فعلا؟ وانا عمو في دبي ايه اللي عاجبني؟ لا طبعا. لا طبعا يعني اكيد مش ما عنديش عم تظبط لها ايوه يا عم، هو الحوار مقنع. ما عارف منين اصل هي كلمه انكل دي عمك خالك وانا انت تجيب منين ولا مين بقى؟ ما هو ممكن جارنا يبقى ماي انكل عادي نقول له طبعا يا انكل. تقول له يا انكل، هي اللي فهمت غلط مش احنا مش قصتي. انا قلت اللي عليا مش قصتي. لا فهو طبعا سالتني بقى على حوار ابويا طب انت ابوك شغال ايه؟ قلت له انا ابويا شغال مدير بنك بس طالع المعاش خلاص متقاعد. فقالت لي خلاص ماشي. فالمهم فضل بقى ايه تهبلك شويه على بيعملوا كده. انت عارف ان الكمبيوتر بتاعهم قديم قوي اصلا يعني، الكمبيوتر بتاعهم انا مش حاسس ان هو حديث. اكسب بس بقول لك ايه ترشمان شغال. هو بيبقوا سرعه جدا، رهيب الصراحه. فبعد كده ايه فضلت تعمل كده وطبعت لي ورقه وادتني ورقه مقبول. ادتني ورقه كده ايه الابروفد. فقلت لها ايه دي؟ بتقول لي كونجراتس يعني انت ايه تاخد الفيزا. فقلت لها طب انا هاخد الفيزا بتاعتي امتى؟ ما بياخد الباسبور قالت لي كمان اسبوعين هنبعتها لك على الامكس. اسمه امكس؟ اسمها كان اسمه ايه؟ امكس ايه؟ شركه شحن كده مش فاكر اسمها ايه. فيديكس.
لا مش فيديكس برضه. ما اعرفش احنا عندنا ايه في مصر الصراحه. تراميكس مش عارف. يا ابني دي اسامي بتاعت رمضان، وتحس ان هي دي اسامي ادويه مخدره. مش فاكر والله. البتاع كان اللوجو بتاعه احمر بس انا مش فاكر كان انا ايه. لا انا مش فاكر حاجه خالص. ارامكس. طب ما ده اسم مشبوه فيه برضه يعني، ده ما يبقاش انا اسم اعمل ايه يا عم؟ عارف احنا، لا احنا في السفاره شوف انت طلعت معاك واحده حلوه، احنا اللي كانت الست اللي كانت معانا كانت ست غضب ربنا في وشها، ومش طايقه نفسها ومش طايقه حد، وتاخد كل حاجه مننا بقرف. برضه عملنا قعدنا نديها بروفات بتاعت اي نبروف اي حاجه، ومقرفه مننا جدا جدا. قلنا بقى خلاص يعني بقى ايه، عنصريه ولا ايه؟ ما اعرفش، قلنا بقى خلاص هنترفض ونروح بيتنا ومش عارف ايه. الراجل اللي جنبنا الست اللذيذه احنا شايفينهم من الاول، قلنا يا رب ما نبقى مع الست اللذيذه دي. بس وديتنا مع الثانيه، حظنا فقلنا يا رب جات لنا في الست اللي شكلها وحشه ديت، كنا عايزين نبقى مع ست لذيذه. الراجل اللي جنبنا اللي جه ورانا مع الست اللذيذه ديت اترفض. عايز هو عايز يروح امريكا عشان يحضر ايفنت ايفنت مش ايفنت، ماتش جودو. ولا انا لعيب جودو وجايب شهاداته والكؤوس بتاعته وصوره ومش عارف ايه. والله لا انا لعيب جودو وعايز اروح احضر البطوله. فتقول له طب وريني كده، اعمل لي حاجه جودو. والله العظيم اتشقلب قدامها الشباك ويلف ومش عارف ايه وبتاع، وريها فيديوهات لنفسه وبتاع، قلت له مرفوض. يعني الراجل اتهزق والله، اتهزق وقعد يلف وبتاع، ويطلع لها من الشنطه الحزامه بتاعته والبدله ومش عارف الله ايه. ده مجاز. ورفضته يا باشا، واحنا عارفين سبحان الله. واقول لك هي بتبقى كده. سبحان الله يا ارزاق يا عم. هي بتبقى كده. فالمهم انت ايه قالت لك مقبول خلاص بقى، وخلاص بقى فاهم الحلم اتحقق بقى. قمت انا مشيت قلت يا جماعه انا ناسي حاجه. طب انا بعمل كده الشنطه بتاعتي سايبها. يخرب بيت الشنطه بتاعتك. عادي جبتها ليه؟ والله المفروض يرحلوك على الشنطه بتاعتك دي. لو قلت لك تعالى هنا، تعالى خد الباسبور بتاعك، امشي يلا من هنا. والله دخلت الشنطه وقمت جاري. انا بقى مش مصدق بقى، سجدت زي الارض معلم، مش مصدق اللي انا اتقبلت خلاص وحلمي خلاص فاضله تكه وان انا اسافر. فقلت الحمد لله خلاص خد الخطوه. وبدات بقى اجهز حاجتي ومش عارف ايه بقى اللي وقف الخازوق؟ الجيش. الجيش ده بقى، الجيش ده الخازوق اليومي. قعدت شهر يعني، انا كنت خلاص اتقبلت في شهر 10، كنت المفروض اسافر اخر 10. تسافر على طول، بس انت بقى لازم تاخد تصريح السفر بقى. طب ايه يا جدعان؟ وانا كنت في الوقت ده كنت المدرسه كانت كلها شغاله، فانا مش هينفع ان انا اخد تصريح والكليه انت تسافر والكليه شغاله، انت بتهزر. فلازم تستنى الكليه تخلص، الكليه تقف في الاجازه عشان تقدر تسافر. ما انا هضيع وقت وفي ميعاد كليه ميعاد مدرسه هناك، انا اعمل ايه؟ فاضطريت تخلص الترم. لا فالمهم بقى ايه ده بقى الدواش امي. القاهره دي انا رحتها 7 مرات عشان بس اروح اظبط التصريح، ويقول لك لا ما ينفعش لازم تعمل كذا. اجي تاني اكون عملت اللي هو عمله، لا انت لازم تغير مش عارف ايه. رحت مدام عفاف يا صاحبي، يا ريتها كانت موجوده، يا ريتها كانت موجوده. جبت ده بجد؟ يا ريتها كانت جبتش والده بجد. مفيش يا ابني، ما يخلونيش ده كل شويه يقفوني على حاجه روح اعمل وارجع. فقال لي انت حلك من الاثنين عشان تقدر تسافر في وقت الدراسه. طب ايه يا عمي الحل؟ قال لي انت تسافر المرضي، انت عايز تتعالج بره، او اعرج يا يحيى اعرج. ما انا اسمع اللي جاي بقى. مش هيشغلوا علينا على مصريين، مفيش شغل على مصريين. دماغ تشتغل. او انت الكليه هي اللي بعتك تسافر بره. مش تعمل ايه انا مش عارف. كليتك في مصر، الكليه اللي هي تبعتك تسافر بره. الكليه دي انا اجيبها منين؟ مفيش يخلي ان انا عندي ايه حوار العلاج ده. حزن الحظ انا كان عندي حاجه في ايدي كده، كانت عظمه طالعه في ايدي هنا، وكنت عامل عمليه قبليها فطلعت لي تاني. فقلت خلاص هي دي. رحت على دكاتره ومعارف ومش عارف ايه، والدكاتره تمضي وايه. بص لميت لهم الدنيا كلها وجبت لهم من مستشفى بره ان انا اتعالج، واخدت ابوينتمنت منهم. بص ده لو اشتهم. فالمهم رحت تاني، الراجل بقى مش جاي، عسكري مش جاي معايا، فاهم؟ هو مش قابلني. طب يا عم ليه يا عم ليه؟ قال لي لا وفلاح. مش هنسال.
قال لي لا 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 ما ينفعش، لازم تخلص الترم الاول. يا عم ناقصاك يا عم. قمت انا قلت ابويا ايه، انا خلاص كده مش هقدر اعمل حاجه تاني معاه، نستنى بقى وخلاص. فقال لي لا لا اصبر تعال نحاول مره تانية. فالمهم راح ابويا اللي راح، وطبعا بهدلوه بقى ترجمه ومش عارف ايه، ودوه جابوه. الحمد لله ايه، قالوا له خلاص ماشي تعالى خدها بكره. ابويا خلاص ركب ومروح، بيكلموه بيقول له طب تعالى جهز تعالى خدها. يا جدعان طب انت ايه الذل اللي احنا فيه ده يا جدعان؟ والله ينفع؟ لف تاني لا ما لفاش، روح. قمت انا رايح جبتها وجيت. انا رحت جبتها ورجعت. فالمهم بقى خدت التصريح وخلاص الحمد لله. ده كده تصريح عشان تروح تتعالج؟ تصريح عشان اطلع بره المطار. طب ثانيه، طب دلوقتي مش انت مثلا لو مسافر تروح تاخد لو رايح تدرس، انا ما اعرفش التصريح دي بتمشي ازاي. ما هو مش تروح مثلا تاخد تصريح عشان انت رايح تدرس، او لو انت رايح تتعالج تروح تاخد تصريح عشان لا ما انت بتثبت في الكليه، انت بتثبت في الكليه. الحوار ده بقى نظام تاني، حوار الهجره، البعثات والهجره، ان انت تكون مقدم في كليه بره وتاخد تصريح انت في كليه بره وبتدرس بره. فالحوار ده انا كنت لسه مش في كليه ولسه مش عارف حاجه، فانا لسه في كليه في مصر، فانا لازم احمل التصريح ده من مصر يعني. فالحوار بقى كان متكعبل شويه وبتاعهم. الحمد لله دخلت بيوم المطار ده بقى، ولقيت الضابط واقف وبياخد التصريح مني ايه، فبيتكلم في التليفون وبتاع. قال لي في حد في طالب معايا ما تصريح المستطيل ده ولا مربع. عدي قال لي عشان انت محترم بس اعديك. انت عشان انا محترم اعديك؟ يا عم انا معايا ورقه يا عم، ايه اللي محترم عشان اعديك؟ قلت له يا عم تشكر. امال انا لو معايا تصاريح مش فاهم. لا ذل رهيب يعني، ذل رهيب لحد ما نجدوني. بس عارف على حوار الطب ده، خال ابويا هنا من سنين، جه من زمان قوي. ففي المقابله بتاعت السفاره دخل على ان هو عايز ياخد تاشيره عشان يروح يتعالج. هو اصلا الراجل كان كويس، جاب مع واحد صاحبه وبيسنده وبيمثل بقى ايه، هو ما شاء الله عليه جبار. دخل على ست كان راجل اللي بيعمله بيمثل تعبان وقلبه ومش عارف ايه، وصاحبه بيستند عليه. ده انا طلع الله الحاجات كده. الله ده يثبت على فكره ان السفاره دي لا اسمع بقى اللي جايه دي. عمل الدنيا كلها فاهم، والراجل شاف قال له لا خلاص مش عارف ايه. قال له انا عارف، انا اقول لك حاجه، انا هسافرك واديك التاشيره مش عشان انت عايز تروح تتعالج، عشان تبقى بس شاطر. طلع عوني والطيب ولا ايه؟ العظيم. قال له انا مش انت عايز تروح تتعالج، عشان انت ممثل شاطر. والله العظيم ناس لذيذه. والله العظيم ناس لذيذه. وخد التاشيره وصفر يا عم ده ضحك يا عم، والله ضحك. هم عايزين اللي يلعب عليهم. هو دخل دماغه فاهم، قال لك لا الدور ده حلو. كيفت منك. قال لك الدور ده حلو. قال لك فاهم جون كلوني في نفسه ولا عارف اسمه ايه. لا والله يعني الحمد لله في الاخر ايه، بس وصلنا هنا وحققنا جزء من اللي احنا فيه، والاحلام مش شغاله يعني. انت كل ما توصل لمرحله الهدف بيتغير، الهدف بيتطور اكتر، وانت ازاي تحقق الهدف اللي بعديه يعني. صح. فهو الموضوع كله ان انت يكون عندك هدف. الهدف ده انت لازم تمشي يعني، هتتعب كتير بس صدقني انت مش يعني انت مش هتتبسط عشان انت نجحت، انت هتتبسط من المغامره اللي انت خدتها. انا مش مصدق ان يحيى بيطلع منه الكلام ده حكمة اليوم. لا بس هي الفكره كلها فعلا ان المتعه كلها في الرحله بتاعتك. والله هي دي كل حاجه فعلا. لان انت كل ما المفروض كل التعب اللي انا تعبت شفت قلت لك ده بتنساه وبفرح ان انا مش هيتبقى منه غير اللحظات الحلوه، غير الحاجات الحلوه كل الوحش اتنسى والحلو هو انت فاكر ايه؟ فاكر ان انت رحنا وصلنا على النيل ومش يعني فاهم، في لحظات كده اهوت اللي هي حاجات جميله. ما قلتش حاجات وحشه لان الوحش بيتنسى فاهم. اهم حاجه تكون انت بتبص لقدام، بتبص على يعني الحاجه اللي بص على نص الكوبايه المليان. صح. الجمله دي مهمه على فكره، الناس كلها بتطنشها. هي في امثله كتير قوي. في امثله كتير قوي ليها نفس المعنى. بنقولها كده يعني انها كلام بنقولها وخلاص فاهم. هي ليها معنى كبير، حقيقيه جدا. يعني لما تعيش تجربه بتفهمها. صح. بتفهمها وهتقدرها جامد يعني.
يعني بيقول لك زي ايه، الوقت كالسيف ان لم تقطعه قطع. احنا انت ما حسيتش والله العظيم، ما انا بقول لك انت ما حسيتش بالوقت غير لما فعلا انت تكون انت محتاجه الوقت ده. احنا كنا بنضيع وقت رهيب في مصر. دلوقتي الوقت بالثانيه يا عم، انت عندك كذا كذا كذا، تطلع من كذا تطلع، مفيش وقت. بس انت مفيش بقى العاده التخه دي بقى العاده الهاوي والكلام من ده. لا بس يعني فالحمد لله اللي احنا فيه والله. يعني فتنا يحيى ان شاء الله وان شاء الله نبقى افدنا الناس برضو. وفي موضوع برضو كنت عايز نختم بيه، موضوع التقديم للسفر لامريكا. انا مش بقدم بس انا بساعد ناس ان هي تقدم. انا مش هقدم لك بنفسي، ان هو الموضوع مش صعب، الموضوع سهل جدا. انت بتملى كل اللي تعمله، انت بتملى بناتك. هو بالظبط ابلكيشنين بتملاهم وبتخش السفاره. انت بتملاهم بنفسك. انا ممكن اعمل فيديو، ممكن يعني نعمل فيديو عن كده، سلسله عن كل حاجه بالظبط، والابلكيشن ده بيتعمل ازاي وايه الاجابات والكلام ده كله بالتفصيل، يعني علشان الناس ما تتلخبطش. بس الموضوع يبقى برايفت شويه، مش مفتوح على العام، ان تبقى مشكله كبيره اللي برضو الناس الشغل الناس اللي بتشتغل ورزقهم يعني مفتوح منها. بس احنا نحاول نساعد الناس اللي تقدر تعمل الكلام ده بنفسها، يعني مش اكتر. بس اي حد محتاج مثلا مساعدات، يحتاج ان هو يستشيرني في حاجه. يعني انا عندي لحد ما يعني ما فيش خبره خالص، يعتبر يعني بسيطه، بس ان انا اقدر ان انا ان شاء الله يعني اساعد الناس حد ما اقدر. هو الهدف الاساسي ان احنا بنساعد الناس. وانا عارف الموضوع صعب، وناس كتير حلمها ان هي تيجي تسافر وتحسن من حياتها. فالفكره احنا بنحاول نساعدهم، وفي نفس الوقت لازم يتعبوا علشان انا يعني، او عشان اي حد يعني اي حد يساعدهم. انت لازم يعني تبين ان انت بتتعب. اصل هو مفيش حد يعني اللي هو 100% انا هصفرك. هو مفيش حد بالظبط يقدر يصفرك وخلاص. هو ده بيد ربنا ثم ايدك انت اللي بتتحكم. انت لازم تجتهد برضو يعني لحد معين يعني، وتحط شغل كتير في الموضوع، وان شاء الله ربنا يرزق الناس كلها يعني. ان شاء الله. دي كانت تجربتي ازاي تسافر من مصر لامريكا بفيزا الدراسه. ان شاء الله في ناس كتير جايه تحكي عن قصصها برضو، جا دراسه ولا جا سياحه وعمل ايه. في ناس كتير جايه تيجي، وان شاء الله تستفيدي منهم. ونحب نختم ان شاء الله. فرصه سعيده، صح؟ فرصه. وانا اسعد والله يا يحيى، وانا اسعد ان شاء الله. تجي لنا كل يوم بقى ان شاء الله يا حبيبي. يلا، السلام عليكم. يلا.